السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقة جديدة وطريقة حلوة ان شاء الله هتعجبكم. تابعوا الفيديو بس للآخر وان شاء الله هنقول على كام حاجة كده ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتي على حسب الكمية اللي انت عايزاها، وجبت طماطمايه من الفريزر وبشرتها وحطيتها، وجبت بصلايه كبيره بس هي بصلايه واحده مش هنزود عن بصلايه، وجبت معلقتين 3 كده يعني كبشه بايدي كده دهن. لو اللحمه بتاعتك فيها دهن بزياده خلاص، لما ما فيهاش هنحط شويه يعني. وهنحط التوابل بتاعتي، توابل فلفل اسمر و7 بهارات وملح بس كده. هنحط مع صوص الباربيكيو هنحط معلقه، وهنحط برضو معلقه صويا صوص، وهنقلب بقى المكونات بتاعتنا. انا قلبت في الاول اللي هي الدهن والبصل والحاجات دي مع بعض طبعا، وفي الاخر سبت الفلفل في الاخر، لان طبعا لو قلبنا بايدينا في حساسيه يعني عارف اللي هو الشطه بقى وكده هتتعب لنا ايدينا. فلبست كيس وابتديت بقى اقلب بعد ما حطيت الفلفل بتاعي والصويا صوص والباربيكيو والكلام ده. هنا بقى نجيب العيش بتاعي نفتحه ونبتدي بقى نحشيه باللحمه المفرومه. طبعا انا سبت اللحمه في التلاجة حوالي ساعه يعني عشان تاخد الطعم كده ياخد في بعض تبقى حلوة يعني. فسبتها حوالي ساعة، ركنتها في التلاجة كده ساعة، وابتديت بقى ان انا اعمل الحشوة بتاعتي على طول. وممكن تعمليها في ساعتها يعني مش لازم تحطيها في التلاجة، بس حسيت يعني عشان طعمها يبقى مميز وظاهر شوية. وحطيت اللحمة المفرومة بتاعتي في العيش، وابتدي احط بقى ميكس الجبن كلها اللي عندي. عايزة تستغني عن الخطوة دي براحتك، انا عملت جزء من غير جبن وجزء بجبن يعني. هنا حطيت جبنة موتزاريلا على شيدر على رومي. هنا بقى جبت الطاسه بتاعتي، حابه تحطيها في الفرن براحتك. انا عامه بحب الحواوشي في الطاسه من فوق، حابه تحطيه في الفرن عادي جدا خالص هيطلع مقرمش كمان عن الطاسه. بس انا بحب بصراحه كده، بحبه في الطاسه من فوق احسن من الفرن بالنسبه لي، لكن هما الاتنين بيبقوا طعمهم حلو. في الفرن عامه بيخلص بسرعه عن الطاسه، لان الطاسه انت بتعملي واحد واحد، لكن في الفرن انت بتحطي كذا حاجه يعني. هنا بصوا الحواوشي بتاعي خلاص يعتبر استوى برضو، هو ما بياخدش وقت، والجبنه بتاعتي ساحت. بصوا شكله بجد، يمكن الحواوشي من اكتر الاكلات اللي بحبها كده. بالطريقه دي وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ممكن تحطي تستغني عن اي حاجه احنا عملناها يعني، ممكن تستغني عن الجبن، ممكن تستغني عن الصويا صوص، ممكن تستغني عن الباربيكيو، بس هما بيدوا طعم مميز كده حتى في اللحمه وانتي بتاكليها هتحسي ان ليه طعم مميز كده. هنا بعد ما خلصت الرغيف بتاعي بقطعه قدامكم بس كده بوريهولكوا. بصوا الجبن سايحه ازاي وشكلها حلو جدا. زي ما قلت لكم حابه تستغنوا عن الخطوه بتاعه الجبن دي براحتكم. انا زي ما قلت لكم انا حطيت الفلفل في الاخر، وابتديت ان انا اقلب اللحمه المفرومه كويس عشان طبعا الحساسيه والشطه وكده. فلو انت حابه تحطي كله وتقلبي بايدك براحتك، بس انا عشان انا عندي حساسيه من الشطه مرحله الفلفل دي اخر حاجه. هنا الحواوشي بتاعي بعد ما طلع بجد شكله حلو جدا وشكله يفتح النفس وطعمه جميل جدا. بصوا انا هنا قطعته عشان ولادي يعني ياخدوا الربع بتاعهم مثلا ياكلوه بسرعه بدل ما يبقى سخن جدا عليهم. هنا بصوا بالجبن، الجبن سايحه جدا وطعمها بجد فارق في طعم السندوتش قوي. وزي ما قلت لكم انا عامله جزء برضو من غير الجبن. انا جوزي بيحبه ساده، فعملت له جزء برضو من غير الجبن ولا اي حاجه. وانا عامه في الحواوشي بسوي على قد الاكله، ولما حد يحتاج تاني او يجوع او كده، لان انا بعملها على الطاسه من فوق بقوم اسوي عادي. هنا دي من غير الجبن عادي. بصوا برضو شكله جميل جدا بجد. الحواوشي طعمه حلو، جربوه بالطريقه دي وانا عارفه ان هو هيعجبكم ان شاء الله. بس حابه اقول لكم حاجتين كده، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، والقناه تكبر بيكم وتشاف وابقى يعني يوصل حاجتي للناس. بتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ولو احتجتوا اي حاجه في التعليقات قولولي وانا هعملها ان شاء الله.
جربوا الحواوشي بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. انا عملته قبل كده في القناة بس ما كانتش بالطريقة دي، كانت بطريقة تانية. لو حابة تشوفيها هحط لكم اللينك بتاعه في الوصف ان شاء الله.